السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اجمل اخوات، وحشتوني كتير كتير. وجاي لكم النهارده بقى بوصفة جميلة جدا جدا، وحاجة جميلة قوي وسهلة، وكلها هتبقى غدوة في صينية واحدة او حلة واحدة. حاجة سهلة وجميلة. يلا بينا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. لسه مشتركش معايا في القناة ينزل يشترك ونضغط لايك لاختكم السمرة بصباعك الحلو ده. يلا بينا نسلق مكرونة. نص كيلو من المكرونة سلقناهم صغير، وجبنا نص كيلو من السجق، وجبنا قرن فلفل سبايسي، وبصرمان من الصلصه. وهنعمل النهارده وصفه صراحه تستاهل 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 التجربه. لو ما جربتيش الوصفه دي فاتك كتير جدا جدا جدا. يعني غدا في حله واحده. شوحنا السجق يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. السجق بسم الله ما شاء الله ما فيهوش اي دهون، فشوحته زي ما انتم شايفين، مش منزل اي حاجه. سجق بلدي بس جميل جدا، ولسه نازله عليه بالقرن الفلفل السبايسي زي ما انتم شايفين. وشوحت كل ده في قلب بعضه تشويحه بسيطه كده، بس عملنا حاجه عظمه عظمه والله العظيم عظمه. وهنزل بقى بالبصمان من الصلصه كمان. لا، هضيف الاول معلقه زبده كبيره او سمنه متوفر عندك حطيه. انا ضفت معلقه سمنه كبيره وقلبت بقى، لان السجق عندي ما نزلش اي سوائل، فانا ايه لازم عشان خاطر الوصفه بتاعتي تبقى كويسه وكلها يعني مظبوطه، فلازم اضيف معلقه كبيره من السمنه على السجق وهو بيتشوح. شوحتهم كده مع قرن فلفل سبايسي، وجبت برطمان من السمنه برطمان من الصلصه، وحطيته على السجق، ومليت بقى البرطمان ده مرتين ميه. يعني انا مريت حطيت مره الصلصه وفضيته، وبعد كده مليت مرتين ميه وحطيته في قلب السجق. اول ما يغلي معايا غلوه واحده بس هضيف الملح والفلفل. هعمل ايه هضيف المكرونه. عملت النهارده باستا بطعم حلو جدا 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 جدا، وسهله قوي قوي قوي. غدا سهل يا جماعه والله العظيم، غدا في منتهى الجمال، ووجبه سهله وعلى طول، ما خدتش 5 دقايق، وكلها في حله واحده، مبهدلتليش الدنيا. كله اتغدى وكله انبسط، والدنيا كانت حلوه جدا. بصوا دلوقتي هي بدات تغلي معايا، بس وانتي بتتفرجي معايا كده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعه الكامله مع اللايك. غليت معايا. اول ما ابتدى بقى تغلي معايا زي ما انا بقول لكم، بص انا ما جريتش حاجه والله خالص من الفيديو، سبت الفيديو زي ما هو عشان تشوفي كل التفصيله. دلوقتي اول ما بدات الصلصه بتاعتي تغلي هنزل بالمكرونه عليها زي ما انتم شايفين معايا كده، وهتاخد معايا يا دوبك الفها لفتين في الصلصه، لفتين بس مش اكتر. وبعدين هعمل هروح نازله بالجبنه. عندي طبق جبنه، كنت بقى الجبنه الصراحه اللي انا بجيبها دي ممتازه 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 ممتازه، يعني صراحه يعني ما فيهاش كلام، يعني حلوه قوي يا جماعه، ممتازه جدا وطبيعيه وحلوه قوي. جبت ربع كيلو من الجبنه الموتزاريلا كده، ربع كيلو صافي 250 جرام، وحطيته على الوش كده زي ما انتم شايفين. وزعت الربع كيلو كله على وش المكرونه، ووطيت عليها النار وسبتها لمده بس 10 دقايق مش اكتر والله العظيم. تعالوا اوريكم بقى لما فتحت عليها لقيت الجمال ازاي، لقيت التحفه. لقيت الصينيه بتاعتي، الوصفه بتاعتي النهارده ابهرتني والله العظيم، كانت طعمها ممتاز ممتاز. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. حاجه عظمه، بجد عظمه. صينيه مكرونه بالسجق كده حاجه عظمه. غدا يا جماعه في حله واحده او صينيه واحده، بس الصراحه كله اكل وشبع، والدنيا كانت حلوه جدا 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 كمان. لان انت جايه من شغلك تعبانه مش قادره، ممكن تعملي الوصفه ديت. هتبصي ولادك كلهم هينبهروا اصلا من جمالها وطعمها. تعالوا اوريكم بقى الجمال. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا الجمال، بصوا المكرونه مفلفله وجميله ازاي وجوزي كده. وبصوا الجبنه، بصوا مطه الجبنه عامله ازاي. بصوا انا لو طلعت فوق اكتر من كده هتطلع معايا. انا بوريكم والله العظيم ان حاجه حلوه جدا، والوصفه دي جميله وناجحه، واي حد يعرف يعملها، وسهله وبسيطه. وانت ممكن لو انت في نص الليل جعانه ممكن تعمليها تتعشوا بيها، بتبقى حلوه جدا جدا جدا. جايه من شغلك تعبانه ومش قادره تعملي اكل، تعمليها لهم بسرعه بسرعه بسرعه، حاجه سهله جدا جدا جدا. بصوا الجمال، بصوا الجمال. انا مش هقول لكم بصوا على حاجه، انا هخليكم تشوفوا انتوا، وانتوا اللي هتقرروا، وانتوا اللي هتقولوا اللي انتوا شايفينه ايه.
دي وصفتي بتاعت النهارده، وصفه لذيذه وجميله وصغيره جدا وحاجه كده على طول، ما خدتش معايا وقت ولا مجهود. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وما تبخلوش بقى في اللايك مع اختكم سمرة والاشتراك، لان احنا بنكبر مع بعض والعيله بتاعتنا عايزينها تكبر. ويا رب الوصفه تكونوا استفدتوا منها، وحاجه سهله جدا وجميله. ويا رب كده تكون الوصفه عجباكم عجباكم عجباكم. انا بقول لكم بصوا، ما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في اللايك، لان هي فعلا وصفه تستاهل يعني توصلوا الفيديو ده لايكات كتيره جدا. واشوفكم يا رب في فيديو جديد، والسلام عليكم.